يدخل ليفربول واحدة من أصعب فتراته هذا الموسم بين خيبة محلية قاسية وطموح أوروبي لا يزال حيا، حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد قبل المواجهة الحاسمة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب بهدفين دون رد في باريس. في الندوة الصحفية كان أرني سلوت واضحا وصريحا: المهمة معقدة لكنها ليست مستحيلة. أكد أن فريقه لا يمكنه الدخول بعقلية دفاعية أو انتظار المعجزة، بل عليه أن يخاطر ويبحث عن شيء استثنائي، لأن هذا النوع من المباريات لا يكسب إلا بالشجاعة. أشار إلى أن ليفربول هذا الموسم أظهر وجهين: وجه قوي في المباريات الكبيرة ووجه آخر أقل استقرارا، لكنه شدد على أن الفريق في أنفيلد غالبا ما يكون مختلفا، مستندا إلى سجل تهديفي قوي على أرضه، حيث اعتاد تسجيل هدفين أو أكثر في أغلب مبارياته. سلوت تحدث أيضا عن مباراة الذهاب، موضحا أن الخطة لم تكن التراجع الكامل كما اعتقد البعض، بل حاول الفريق الضغط في عدة فترات، لكن المشكلة أن بعض تلك المحاولات تحولت إلى فرص خطيرة لباريس، وهو ما جعل المباراة تبدو وكأن السيطرة كانت كاملة للفريق الفرنسي. وأكد أن أول تغيير يجب أن يحدث في الإياب هو تقليل استحواذ باريس، لأن ترك الكرة لفريق يمتلك جودة عالية مثل باريس سان جيرمان يعني المعاناة طوال المباراة. لذلك شدد على أن الضغط والجرأة والقدرة على الاحتفاظ بالكرة ستكون مفاتيح اللقاء، وأضاف أن مواجهة فريق بحجم باريس بطل أوروبا تفرض عليك أن تكون مميزا جدا جدا في كل التفاصيل، لأن أي خطأ بسيط قد يكلفك المباراة. ومع ذلك أصر على أن هناك إيمانا داخل الفريق بإمكانية القيام بليلة أوروبية خاصة في أنفيلد، حيث يمكن للأجواء والجماهير أن تصنع الفارق. ومن داخل غرفة الملابس جاء صوت القائد فيرجيل فان دايك ليؤكد نفس الفكرة تقريبا، حيث صرح بأن الفريق يحتاج إلى شيء مميز للغاية إذا أراد التأهل، وأن تكرار أداء مباراة الذهاب يعني الخروج حتما. كما أشار إلى أن الجماهير ستكون عنصرا حاسما، مستحضرا ليالي أنفيلد الشهيرة التي كان فيها التلاحم بين اللاعبين والجماهير سببا في تحقيق عودات تاريخية. أما دومينيك سوبوسلاي فقد تحدث بروح قتالية واضحة، مؤكدا أن اللاعبين سيدخلون المباراة وهم مستعدون لتقديم كل شيء لأنهم يريدونها بشدة. وأضاف أن كرة القدم في مباراة واحدة يمكن أن تشهد أي سيناريو، خاصة عندما تلعب في ملعب مثل أنفيلد. وأوضح أن الفريق سيحاول تغيير أسلوبه ليكون أكثر فاعلية هجوميا، لأن امتلاك الكرة بشكل أكبر سيمنحهم فرصة خلق الخطر الحقيقي. لكن هذه المواجهة لا تأتي في أفضل ظروف ليفربول، فالفريق لا يزال تحت تأثير الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المباراة التي خلفت جدلا واسعا، خاصة بعد اللقطة التي ظهر فيها سوبوسلاي وهو يتفاعل مع الجماهير بطريقة فهمت على أنها سخرية. اللاعب عاد سريعا ليضع حدا للجدل، مؤكدا أن ما حدث كان سوء تفاهم، وأنه لم يقصد الإساءة بل يشعر بنفس مشاعر الجماهير تماما، وأن اللاعبين يقاتلون من أجل هذا النادي كما تفعل الجماهير. وفي جانب آخر هناك غموض يحيط بمستقبل أندي روبرتسون الذي كشف أنه لم يتلقى أي عرض لتجديد عقده حتى الآن رغم اقتراب نهايته، وهو ما يفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف في وقت يحتاج فيه الفريق إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى. كل هذه المعطيات تجعل المباراة أمام باريس سان جيرمان أكثر من مجرد لقاء عادي، إنها اختبار حقيقي لشخصية ليفربول هذا الموسم. بين ضغوط النتائج وانتقادات الجماهير وعدم الاستقرار في بعض الملفات، يقف الفريق أمام فرصة واحدة لتغيير الصورة بالكامل. المهمة صعبة نعم، لكن كما قال سلوت ليست مستحيلة. وفي كرة القدم خاصة في ليالي دور الأبطال يكفي أن تؤمن ثم تقدم مباراة لا تنسى.